أنا عندي سؤالي هو من إمتى المساج أو التدليك ده كان علم يحتذى به؟ من إمتى؟ أنا قصدي المساج مش العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي ده فعلا طب وعلم، والناس بتخش ليه كليات عشان تتعلمه، عشان الغلطة فيها بفورة أو بموت أو بشلل. لكن المساج اللي بيبقى في البيوتي سنتر او التدليك اللي بيبقى مثلا في حمام التلات، العروسة الست اللي عايزة تروح تدلع نفسها، الكلام ده كله هو من امتى ده كان علم؟ اللي انا اعرفه دي اسمها نظافة، او ان انت بتريح جسمك. لكن علم والمفروض ان هو الناس تروح له وبأسعار هلامية والكلام ده كله، يا عمي ده مش علم، ده حتة شمال. ده اللي انا اعرفه. هل تفكيري كده صح او غلط؟ اللي عنده اجابة يجاوبني بسرعة.